بشوف ناس بتدخل صفقة وتفضل تبص على الشرط كل ثانية. طيب انت داخل تتداول ولا تتوتر؟ واحدة من اكبر الغلطات اللي بيقع فيها المتداولين الجدد انهم عايزين يشوفوا النتيجة فورا، يحط الصفقة ويقعد يراقب كل نقطة، ويا سلام لو السعر عكس عليه شوية تلاقيه قفل بخسارة بسرعة. في التداول مش لازم تشوف النتيجة في نفس اللحظة، لانك لو محلل صح وحاطط خطة ومستعد للمخاطرة يبقى لازم تدي السوق وقته. حدد نقطة دخول، حط وقف خسارة، حط هدف واخرج، وسيب الصفقة تاخد مجراها. المتابعة اللحظية هتخليك تاخد قرارات عاطفية، وأي قرار مبني على الخوف أو الطمع نهايته غالبا خسارة. خلي بالك، شغلتك كمتداول مش إنك تتنبأ بكل حركة، شغلتك تبني سيناريو وتمشي عليه، ومتابعة الصفقة كل ثانية هتضيع مجهودك. اشتغل صح وسيب السوق يتحرك. النتيجة مش فورية، بس النجاح بيجي بالانضباط. ولو عايز تعرف تيبس اند تريكس عن التداول باحتراف تابعني.